عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو يوتيوب جديد. فيديو اليوم كما قريتوا في العنوان عن حب النفس اللي هو يبدا منه كل شيء. اذا حبيت نفسك كل شيء باش يتصلح في الدنيا هذه. فقبل ما نبدا بتفاصيل الفيديو كالعاده ما تنساش لايك شير وسبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه باش يوصلك اي فيديو جديد انا نهبطه. اول حاجه بالنسبه لي حب النفس هو بدايه لكل شيء. اذا انت حبيت روحك وصلت قبلت روحك كمك انت، كل شيء في عالمك الخارجي باش يتصلح. راهو العالم الخارجي يعكس العالم الداخلي. اذا انت كنت من الداخل في صراع، في حرب مع ذاتك، في رفض لذاتك، باش تلقى الرفض، باش تلقى الكره من العباد، باش تلقى العباد ما همش عاطينك قيمه، باش تلقى عدم تقدير. دونك اذا تحب يتصلح عالمك الخارجي ابدا بتصليح عالمك الداخلي. وباذن الله في الفيديو هذا باش نعلمك 5 حاجات تعملهم باش يزداد حبك لذاتك اكثر واكثر. يلا نبداو. اول حاجه باش نبدا بها اللي هو تمرين المرآة. بالحق معجزه التمرين هذا، فعلا جربته وغير لي حياتي من نهار اللي استمريت عليه. والله 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 غير لي حياتي كومبليتمون. حسيت روحي زينت اكثر، حبيت روحي اكثر، قدرت روحي اكثر، زدت فخر بروحي اكثر، زادت ثقتي بروحي اكثر واكثر، حتى وليت نعرف نحكي اكثر، نعرف نتكلم اكثر. التفسير متاع التمرين هذا هو انك اول ما تحل عينك تاخو مرايه وتشد تركز على البؤبؤ متاع عينك اليمين ولا عينك اليسار، انت وشنو تحب تصبح على عينك. صباح الخير يا روحي، صباح النور يا عزيزي، صباح يا روحي، قديش نحبك يا روحي، قديشني فخوره بيك يا روحي، قديشني راضيه بيك وراضيه عليك يا روحي، قديشني ممتنه لوجودك يا روحي، سامحني يا روحي على كل حاجه غلطتها في حقك، سامحني يا روحي كان قزمتك، سامحني كان تعبتك، سامحني كان قللت لك من قيمتك. خاطر بالحق لازمنا نطلبوا من رواحنا السماحه لانه غلطنا برشا في حق رواحنا. تصبح على روحك، تعترف لروحك بحبك، اي يقول اني نحبك يا روحي وانتي اهم شخص في حياتي يا روحي. عبر لها على مدى امتنانك لوجودها، تشكرها، تطلب منها السماح على كل خطأ عملته فيها. ممكن اول مره باش تبكي، وثاني مره، ثالث مره، جمعه، جمعتين، ثلاث، بالحق باش تحس روحكم هكا متوحشين روحكم كأنكم حاشمين منها. اتس اوكي. لكن بعد سبحان الله مع مرور الوقت باش تستانس، تولي حاجه عاديه، تولي سبحان الله العقل اللاواعي يسجلها وتولي اوتوماتيك تعملها لا شعوريا. تولي اول ما تحل عينك تتفكر اللي انت عندك تمرين لازمك تعمله، تصبح على روحك قبل ما تصبح على العباد. هذا اول تمرين ننصحكم طبقوه. ثاني حاجة اللي هي الكلام الداعم. احكيوا مع رواحكم بطريقة باهية، احكيوا مع رواحكم بطريقة تدعمكم ما تدمركمش، احكيوا مع رواحكم بطريقة تقدم بيكم القدام، تهزلكم المورال، مش بالعكس توخر بيك. ماكش انت تبدا تقزم فيها وتهنتل فيها وتحكي معها بطريقة خايبة وتحب الغير يشكرك ويقولك كلمة محلاك ويقولك كلمة نحبك. كيفاش فاقد الشيء لا يعطيك؟ كيفاش انت فاقد الحب لروحك وماكش تعطي فيها في شيء وتبدا تطلب فيه من الاخرين؟ حبوني، قولوا لي كلمه مزيانه، قولوا لي اني محلاك، قولوا لي هكا مزيانه، بالله هكا محلين. يعني خمم بينك وبين روحك، اني الكلام هذا مانيش نقوله لروحي، كيفاش الغير باش يجي يقولهولي؟ فاحكيوا مع رواحكم بطريقه باهيه، احكيوا مع رواحكم بطريقة إيجابية، احكيوا مع رواحكم بطريقة تنفعكم مش تضركم. أحسن أنت لنفسك، قول كلام باهي لنفسك، يقول أني محلاني، أني مزيني، أني كل يوم نزداد جمال، أني فرحانة بروحي، أني فخورة بروحي، أني نحبك يا روحي، أني قوية وأني ناجحة بإذن الله، وأني في المستقبل باش نكون ناجحة، باش نكون مشهورة. احكي مع روحك بكلام داعم وتشوف التغييرات اللي تعيشهم. ما تحطوش في بالكم أنكم في جمعة ولا جمعتين باش يصير التغيير الجذري. لا لا لا، تستحق خدمة 21 يوم، فما اللي يقول 21 يوم، فما يقول شهرين، فما اللي هم مدى الحياة. إياكم بالحق تقزموا روحكم، إياكم تقارنوها بإنسان آخر، لأنه راهي هي في الآخر روح ربي، ونفخت فيكم من روحي ربي قال. دونك حاولوا أنكم تحافظوا عليه، وهذا من واجبكم أنكم تحافظوا على روحكم، من واجبكم أنكم تحكيوا كلام باهي مع روحكم، لأنه هذا في الآخر ربي باش يحاسبك عليه. ربي راهو إذا قلت كلمة هكا ولا هكا لروحك أني فاشل، أني مانيش ناجح، يعني كذا، ربي باش يحاسبك. راهو هذا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. راهو احنا الحاجات هذه ما واش فيها قلت روحي بهيم، واش فيها قلت روحي فاشل؟ لا يا باب، روح ربي هي مش روحك في الاصل، دونك ما هيش منك ليك، دونك لازمك تحافظ عليها. ثالث حاجه ننصحكم بها وهي خصص وقت لروحك.
كيما يا بابا تخصص وقت للعائلة، ومثلا سامدي سوار تتلمي وتحكي وتفركوهم وتفضلكوا كذا. احكي مع روحك حتى 4 ساعة 16 ساعة 16 ساعة، ما لقيتش ربع ساعة لروحك باش تقعد، حتى تقعد وانتي ساكت. المهم في الهير ناو، المهم في اللحظة. أني توا في اتصال مع روحي فقط. تحب الربع ساعة ذي تستغلها تحكي مع روحك شنو ولا تقدم وشنو ليه، يعني احكي مع روحك كأنه البست فران. كيما تمشي لصاحبك وتبدأ تحكي معاه بالساعة وبالساعتين، نفس الطريقة اللي تعمل بها لصاحبك وتحكي له بطريقة محلية وكذا، احكي بها مع روحك. سكر على روحك الباب، اطلع فوق السطح. المهم تكون انت وروحك فقط، انت وروحك وربي فقط. تركز على ذكر معين، استغفر الله، الله اكبر، الحمد لله. المهم في اللحظة هذه، المهم في الهير اند ناو، المهم في الهنا والآن. مش تبدا قاعد ومخك يخمم في البارح شنو وكليت وغدوة واش باش نعمل وتوا واش باش نعمل. اللحظة ذي مع روحي. ولازمك انك تكون صديق مع روحك، ولازمك بالحق تكون حبيب للروح. يعني اخيرا الحقيقه هالنهارين هذوما بديت نطبق فيها الشيء هذا، انه هي مي تايم قبل الغروب بشوي نطلع فوق السطح، نبدا نتامل فك الشمس. والمهم هي رنا ونبدا ساكته سيلونس، يزم الكلام، يزم بلا بلا، يزم الحديث مع فلان وفلتان ما لا يعنينا وفي تضييع وقت. رابع حاجه الدعاء. باش تشوفوها نوعا ما غريبة، لكن راهو دعاء يغير. إذا تطلب ربي تقول يا ربي سيدي زيدني حب النفس، يا ربي سيدي خليني نحب روحي، يا ربي سيدي علمني كيفاه نحب روحي، وجهني ودلني شنو الطرق اللي يزيدوا من حبي لذاتي. تو سبحان الله ربي يدلك ويوجهك. فحاولوا بالحق انكم تدعيوا ربي الشيء هذا، يقول يا ربي حببني في روحي اكثر، يا رب اجعلني نتقبل روحي اكثر، يا رب اجعلني راضيه بروحي اكثر، يا رب اجعلني فخوره بروحي مهما كنت وكيما كنت وكيف ما كنت وفي اي مكان كنت. وما لازمش راهو تحب روحك الا من حقك كذا، ولا تقدر روحك الا من حق كذا. لا لا لا، ذاك حب غلط. هو يتسمى الحب المشروط لكن ماهوش حب. يعني تصور تعامل في روحك ما تحبها وما تعطيها الا ما انت كان انسان مثلا يتعامل معك بالطريقه ذيك، تو تنفر تو تكره تو ما عادش قابلوا ما عادش يكون ما بيناتكم كونتاكت. فما بالك انت تعامل في روحك بالطريقه ذي. نكونوا واعيين شويه ونكونوا لينين مع روحنا اكثر. بالحق ادعي قول يا ربي علمني كيف نحب روحي اكثر، يا ربي وجهني ودلني على طرق معينه تزيد حبي لذاتي وتزيد تقديري لذاتي وتزيد رضائي بذاتي اكثر واكثر. اخر حاجه ننصحكم بها وهي التامل. اكيد في اليوتيوب ما شاء الله كان تنزل تامل حب الذات ويطلعوا لك قديش من فيديوهات. ننصحكم انكم تعملوه، لانه التامل كي تستمر عليه ياثر برشا على حياتك ويزيدك اكثر حب لذاتك. بخصوص التامل باذن الله في الديسكريبشن باش تلقاو قديش من ليان، ادخلوا لهم واللي يعجبك واللي ترتاح له اعملوا التامل. ننصحكم بدكتور احمد عماره، ننصحكم بهندا محمد من الهادف. دونك هذوما اللي نرتاح لهم انا وانتم، ماني باش نحط لكم دي ليان وانتم اختاروا خيرو اللي ترتاحوه اعملوه. واخر حاجه نختم بها وهي بالحق اياك تقزم روحك، اياك تحكي مع روحك بطريقه خايبه، وهذاك بالحق تدمير لنفسك، وراهو هذاك باش تحاسب عليه. ما تحسبوش حاجه هينه، ليه ديما حطها ما بينك وبين روحك. الايه هذه ونفخت فيكم من روحي، دونك يا عهد اني كي ربي نفخ فيها من روحي، من واجب اني نحافظ على روحي، نقدر روحي، نحكي مع روحي بطريقه باهيه. ما نستناش، اياك تستنى من فلان ولا فلتان انه يقول لك يحبك. لا، انت بادر انك تقول روحك نحبك. وتو سبحان الله والله الناس كيفاش تتعامل معاك، والناس تولي تحبك، والناس تكون قابلتك. علاش؟ لانك انت متقبل روحك، لانك انت راضي بروحك كيماك انت راضي بشكلك، راضي بكل حاجه اعطاها لك ربي. اي حاجه ربي اعطاها لك، ماكش باش تعرف خير من ربي، ولا ماكش باش تخلق وتصور خير من ربي. فحاولوا انكم تحافظوا على رواحكم، تحكيوا مع رواحكم بطريقه دائمه، ارضوا برواحكم، لانه الرضا والتقبل من اهم الحاجات ومن اهم الاساليب اللي تخليك فعلا عايش جنه الدنيا. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يا رب يكون ينفعكم ويفيدكم. اذا عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم اي فيديو جديد انا نازله، وتشاركوا بين اصحابك باش اللي ما يعرفش يحب ذاته ممكن الفيديو هذا يعلمه كيفاش يحب ذاته. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، لان نلتقي في فيديو جديد. باي.